مرحبا بكم يا أساطير. اليوم سنلخص لكم الجزء الأول من الموسم الخامس لمانجا بلولو، والفصول التي سنقوم بتلخيصها ستكون مذكورة في وصف الفيديو. وقبل أن نبدأ صلوا على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ويبدأ الفصل الجديد بدخول رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم ويتزحلق على ركبته في مكتب إيجو وهو يصرخ 78 مليار، وهو يقصد بذلك العوائد الاقتصادية التي أتت من الدوري الأنانية، فهو مهووس بالمال فقط. إيجو يفرك شعره ويبدو أنه منزعج من هذا العجوز، وهو يقول له: أنا مشغول، فاختصر ماذا تريد؟ فيرد عليه قائلا: أنا أعترف بإنجازاتك، فقد قدمت ثروة هائلة في خزائن الكرة اليابانية، لكن لما قصيت ناجي؟ أليس هو مشهور للغاية رغم أني لا أعرفه؟ يقول إيجو: لكن القواعد صارمة وبكل بساطة فقد تم إقصاؤه، لكن الأصلع لم ينفك، فحتى وهو لا يعلم أي شيء عن ناجي يريد عودته بسبب شهرته فقط. لكن إيجو يوقف عند حده ويجيب أن هنا للفوز بكأس العالم، والأقدر هو من سيبقى في بلولو. وننتقل إلى قاعة المؤتمرات لكأس العالم تحت سن 20 سنة، حيث يتواجد كل من إيساجي، جين، إيكو ببدلة رسمية، وإيري هي الأخرى تتكلم أمام الصحافة حول مشروع القفل الأزرق وتأثيره على المنتخب الياباني. والأخبار المهمة هي أن اليابان هي الدولة المستضيفة، ولأول مرة سيشارك 74 منتخبا في البطولة، منهم منتخبات قوية، وكذلك ستكون مشاركة أفضل 11 موهبة صاعدة في العالم، ومنهم لاعبان عربيان، واحد من المغرب والآخر من مصر. وبفضل دور الأنانية البطولة التي كانت غير مهمة فقد أصبحت محطة الأنظار العالمية، وبذلك فإنري تصرخ أمام الملأ أن اليابان قادمة للفوز بكأس العالم، ثم تطلب من إيساجي أن يوجه كلمة باسم القفل الأزرق. يرفع رأسه بكل ثقة يقول: أنا إيساجي يوتشي سأجعل هذه البطولة أكثر ساحات كرة القدم إثارة، ونعود لصراع رئيس اتحاد كرة القدم، وهذا الأخير يقر أنه المتحكم الأول في الكرة اليابانية، لأنه من أقنع الفيفا بجعل اليابان الدولة المستضيفة، وهو من ساند المنتخب الياباني. عاد لذلك فهو لا يطلب من إيجو بإعادة ناجي، بل يأمره بذلك، لكن إيجو يهدده بالاستقالة، فهو يبني فريقا يستطيع الفوز وفق خطة مدروسة، لذلك هو لا ينوي بتاتا تغيير أي لاعب ولا حاجة له بناجي. إضافة لذلك فإن إيجو يذكره بالاتفاق الذي عقدوه، والذي يخول لإيجو اختيار 23 لاعبا فقط، ولن يختار ناجي ضمنهم. ورئيس الاتحاد لم يرضى بإيجو، لذلك هو الآخر يهدد إيجو أن إذا لم تفز اليابان بالكأس فسيطرد إيجو. لكن العبقري إيجو له رأي آخر، فهو واثق بقدراته على قلب كأس العالم. وبعدها نشوف أخيرا عودة إيساجي للمنزل، وهم على مائدة الطعام، وإيساجي يتناول أكلته المفضلة، وتسأله والدته عن عودته المفاجأة، فهل سيتوقف القفل الأزرق مؤقتا ليجيبها أن هدفهم القادم هو كأس العالم، وموعده ما زال بعيدا قليلا. فالجميع أخذوا عطلة مدتها أسبوعين، ويسألها أباه على العروض الأجنبية، فأجابه أن القفل الأزرق سيحتفظ بها حاليا، وسيخبرهم بالتفاصيل لاحقا وغالبا بعد البطولة. ثم ترد عليه أمه قائلة: هذا رائع، فبغض النظر عن المال فقد استطعت الوصول إلى المركز الأول. فشكرها إيساجي على دعمها، فهو كان عازما أن يصل للأول. ثم ينهض أباه عنده ويطقطق عليه مقلدا حركتها التي فعلها أمام كايزر قائلا له: بورك عملك أيها المهرج. وداخل الجو المضحك تقول لها أمه: لا تكثر من الفظاظة فقد تصير قدوة سيئة للأطفال. لكن يجيبها أن السبب كايزر وليس من أخلاقه. ثم فجأة الباب يقرأ، ويبدو أن إيساجي وصله طرد من بلولوك، ووجد في داخله اسطوانات وتذاكر طيران ورسالة من إيجو يقول: أدرك كرة القدم أكثر يا إيساجي، فمفتاح تطورك القادم موجود بهذا الصندوق. فتسألها أمه أي نوع من الأشخاص هو إيجو، فيجيبها إيساجي: إنه رجل حاد الطباع وله فلسفته الخاصة، وهو صريح بغض النظر عن من يكلم، فرغم أنه غريب الأطوار نوعا ما لكنه جدير بالثقة، فهو أكثر الواثقين بفوز اليابان بكأس العالم. فهو من وهب الحلم لإيساجي، ويرى والداه مدى شغف والدهما، وتغيرت شخصيته، فهد أصبح ناضجا وواثقا. فأخبراه أن مهما تغير فهما لن يتغيرا، فسيراقبانه ويعلمون طوال مسيرته ومشواره الوعر. فيشكرهما إيساجي للغاية، ثم يحمل الصندوق لغرفته، والأقراص تحمل مقاطع المباريات لكرة القدم، وكل المقاطع كانت تتشارك بشيء واحد، وليس هي الأهداف، بل كانت تركز على اللحظات واللقطات التي تتغير فيها مجريات الأحداث. فلا
يزال عالم كرة القدم زاخرا بما لم يراه إيساجي، ويبدو أنه ليس إيساجي وحده من توصل بالرسائل من إيجو، بل جميع اللاعبين. نغل غرفة القيادة في بلو لوك، حيث نجد إيجو في الأيام السابقة سهر طوال الليل ويبدو بحالة سيئة لكنه مجبر، فلتوه أكمل جميع محتويات تدريب اللاعبين. فسألت هنري ما الذي يحاول أن يطلبه بالضبط من هؤلاء اللاعبين أن يفعلوه في هذه العطلة التي منحها لهم. فسألها قائلا هنري كيف تقومين عادة بالطبخ؟ فردت عليه إنها تفكر أولا بماذا تريد أكله ثم تجمع المكونات التي تحتاجها. فقال لها هذا بالضبط ما أحاول فعله، ووصفتي هي الفوز بكأس العالم، ويجب العثور على المكونات المفقودة خلال هذه الأيام. ونشوف بارو مكتوب على رسالته إذا كنت تريد تكون الملك مرة أخرى اذهب إلى هذا المكان. ويجد نفسه وصل إلى الجامعة ليتم الترحيب به من طرف فريق كرة القدم الأمريكية. أما باتشرا فهو يجد نفسه في ابتدائية، والرسالة مكتوب فيها تعلم من خلال التدريس واشعر بطفولتك ليجتمع عليه كل الأطفال، والجميع يطلب منه أن يعلمهم كرة القدم. أما تشيغري فطلب منه السباحة وذلك للحصول على معدل القلب ورئة ثابتة وجعل ساقه أكثر مرونة. أما كونغامي فهو يتدرب على قتال يدوي، والوحش شيدو لم يطلب منه مطلقا أي شيء، بل سمح له إيجو بفعل كل ما يرغب به وكل شيء على حساب لولو. ونشوف المجنون ساقطا من طيارته، ورين طلب منه التحكم في غروره، ونشوفه يتدرب اليوغا. وننتقل لريو وهو يقوم بتدريباته الصباحية، وما زال لم ينس ناجي فهو لم يعتد على مفارقته. ثم يتفاجأ بوصول رسالة له من بلو لوك ومفادها انسخ اللاعبين الناجين واصبح النسخة الرئيسية. فقد أرسل له إيجو تسجيلات اللاعبين الآخرين، ورغم أنها مهمة صعبة بالنسبة لهذا الوقت المتبقي إلا إنه عازم على فعلها. فخلال هذه البطولة يود أن يكون الرقم 1. كان هدف إيجو من هذه التمارين هو خلق اندماج جديد للفريق، فبعد كل شيء هم كلهم مهاجمين، لذلك يجب خفض تلك الغريزة. وننتقل إلى العبقري الكسلان ناجي الذي بعد إقصائه يعيش حياة روتينية وكئيبة، وهو يسأل نفسه هل سيعيش حياته كلها هكذا دون الشعور بذلك الحماس الذي كان يعيشه في بلو لوك؟ فهو حتما يريد العودة، وينطلق بدراجته ليلا إلى بلو لوك، ثم يبدأ بدق الباب ويطلب فرصة أخرى ليقاتل، لكن لا مكان لك يا ناجي. وهو مصر، فقام بقلب كل أغراضه وبذل كل جهد لبناء مأوى قرب المنشاة، وقضى أياما هناك وهو ينتظر فرصة ثانية. فقد لعب الكرة تسلق الأشجار ونام ولم يفتح الباب بعد. فخطرت له فكرة بأن يستعين بأحد لاعبين في بلو لوك يوصله بإيجو. ففكر في الحديث مع إيساجي أو بارو، لكن الأضمن هو صديقه ريو. يتفاجأ أن قد حضره ولا يستطيع مراسلته. يسمع صوتا قادما من المنشأة وهو يقول هذا ملكية خاصة، لذا يجب عليك المغادرة، وإن بغيت أطول فسوف يتم تبليغ الشرطة. فأنت دخيل لا علاقة لك ببلو لوك. وناجي يبدو فاقد الأمل، ثم يدرك كم كان سخيفا تفكيره أن يمنحوه فرصة أخيرة لو طلبهم، وهو يشمئز من نفسه ويرى نفسه مجددا يتخلى على ريو، والجميع قد مضى قدما وهو غير قابل لهذا الوضع الذي هو فيه. فهو الوحيد الذي لم يتغير، ليظهر الأصلع من خلف ناجي في لقطة وكأنها من فيلم رعب، وبضحكة شريرة يقول له أهلا أيها العبقري. ونعود إلى إيساجي يشد الرحلة الإسبانية وبالضبط في مدينة برشلونة. ففي داخل الصندوق الذي أرسل إيجو كانت هناك عدة تذاكر لمباريات كرة القدم وتذاكر طيران، فيجب عليه التعرف على كرة القدم في أرض الواقع. واليوم سيشاهد نهائي كأس الملك الإسباني والذي سيلعب بين برشا والأتليتي، وإيساجي متحمس لهذه القمة النارية، لكن قبل ذلك لا بد عليه أن يأكل. لذلك دخل المطعم ولم يفهم شيئا في قائمة الطعام بما أنها بالإسبانية، فلاحظ فتى بجواره يأكل طبقا شهيا، فتوجه إيساجي له واستأذنه ليلتفت له الفتى بابتسامة. فيتفاجأ إيساجي من الندبة على وجهه. يسأل إيساجي عن اسم الطبق، فأعطاه إيساجي سماعة الترجمة، ثم عاد سؤاله ليجيبه أن اسمه فهو عبارة عن بايلا لكن بالمعكرونة. فسأل الفتى إيساجي من أين هو، فأجابه أنه من اليابان وأنه يشاهد المباريات، فهو يرغب في التعرف أكثر على كرة القدم العالمية. فيرد عليه الفتى إذن
أنت تحب كرة القدم؟ جيب إيساجي بنعم، فكلما تعمق في معرفته أحبها أكثر، فيرغب في اكتشاف استراتيجيات وتشكيلات جديدة. فكرة القدم تتطور بسرعة وإيساجي يتحدث بكل حماسة، والفتى يبدو غيورا من إيساجي قائلا: ما أغبطني لك وأنت تتكلم عما تحب بهذا الشغف. فيرد عليه إيساجي: لا تقل هكذا، فلا بد أن حتى أن تحب شيئا أو اثنين. فيرد الفتى: لعلي كنت أحب. فيتفاجأ إيساجي من كلام الفتى ويعتذر منه، ثم يطلب الانصراف، لكن الفتى يرد عليه أنه ليس خطأ. يقاطع إيساجي قائلا: منذ التقينا وابتسامتك توحي بالوحدة. فيبقى الفتى مصدوما، لكنه يغير الجو بابتسامة قائلا: ما أوقح قولك. وإيساجي يعتذر، ثم ينهض الفتى من الطاولة ويشكر إيساجي على محادثته وهو على وشك المغادرة، وطلب منه الاستمتاع برحلته الكروية. ثم يتوجه إيساجي عند النادل ويطلب منه طبق الوظية، لكن اسمه فيدو فقد تغطى وكذب عليه. ثم أتى الوقت الموعود وإيساجي يدخل ملعب الكامب نو ويتفاجأ بجو الملعب والحماس الذي فيه، وهو يقول: سألعب هنا يوما ما. ثم يدخل لاعب الفريقين لأرضية الملعب والكل يصرخ باسم رافينيو، فشعبيته طاغية. فتنطلق ركلة البداية ويتفاجأ إيساجي بتواجد ذلك الشاب في البارسا. إيساجي لم يستوعب أي شيء ويدخل للبحث عنه، فيجده لاعبا أساسيا في البارسا، وحتى أن من أفضل 11 لاعبا في الجيل الصاعد. يستلم رافينيو الكرة ثم يقوم بإيصالها لذلك الشاب، يقوم بقفزة عالية ثم يسدد، محرزا بذلك هدفا خارقا واسمه باني إغليسياس. وهنا نصل لنهاية المقطع، وإن أردتم الحلقة التالية فأوصلوا المقطع 50 إعجابا، والسلام.